اهلا يا برج السرطان. النهارده القرايه للمنفصلين، عايزين نشوف هل في رجوع قريب ولا لا. يلا بينا. برج السرطان يلا بينا. واضح ان انتوا منفصلين بقالكوا فتره. وقبل ما تنفصلوا كان فيه حصل مشاكل كتير قوي في العلاقه، يعني كل شويه مشكله كل شويه مشكله، فجاه الدنيا انفجرت منكم. وده كان درس ليك للأسف يا برج السرطان، عشان تفهم حاجة معينة. وكل واحد ياخدها بقى في قصة حياته، ايه الدرس اللي هو كان المفروض يفهمه من العلاقة دي. دايما احنا لما يعني نبقى محتاجين نتعلم حاجة عن نفسنا، او نتعلم حاجة في العلاقات، او ازاي ندير العلاقة بتاعتنا او كده بطريقة صح، بنتعرض لشركاء بيطلعوا الوجع دوت او الحاجة دي. حسسني مثلا واحد يبقى متسلط عليا، فالشخص المتسلط ده مثلا بتبقى رسالته ان انا احب نفسي، ان انا ما اقبلش بالتسلط دوت، ان انا اعرف ان انا ممكن يكون انا جوايا شيء برضو من التسلط والتحكم في حاجات كتير قوي. تمام. فانت يعني كان درس وكان لازم تعدي بيه. كان كل المشاكل اللي حصلت في علاقتك دي كان حاجة لازم تفهموها وتعرفوها عن بعض بمعنى اصح. بس واضح ان انت مشيت وانت زعلان على اثر الحاجات اللي حصلت، وانت لسه عندك مشاعر تجاهه، وحاسس ان انت زعلان منه. بس انت مقيد، مش عارف تعمل ايه. حزين ومغمي عينك، ومش شايف ان انت تقدر تخرج من العلاقة دي. هو في طاقتين هنا، في طاقة ان الشريك مغرور جدا وكان بيأذيك فعلا، ويأذيك بنرجسيته وتسلطه وسيطرته والاون اوف بتاعه وطريقته اللي هي مش حلوة. وان انت كان من الاحسن ان انت تنسحب من العلاقة دي. تمام. وفيك طاقة تانية ان الشريك محتاجك جدا في الوقت الحالي، وبيعاني من أزمات كتيرة، وهو ده سبب تغيره. بس وانت محتاج ان الناس اللي الشريك بتاعها بيعدي بمشاكل كتيرة ده، هو محتاج بس ان انتوا محتاجين تفكروا بعقل شوية، وتحتووا الموضوع افضل من ان انتوا تحزنوا ان هو مشي، او ان هو بيتعامل معاكم بطريقة متغيرة، او منسحب شوية في العلاقة، او مبقاش زي الاول او كده. فبدل ما تحزن انت محتاج تحتوي الموقف اكتر يا برج السرطان. للناس بقى اللي هم هيبقوا عارفين ان الشخص نرجسي او متسلط ومتحكم وعنيد وصعب، ده لا يعني درس وعدى وخلاص خلصنا. عشان بس ايه يعني، والعلاقة دي تنتهي من جوانا تماما، لان ده بيأذيك يا برج السرطان. بص، هو الناس اللي عندهم فرصة للرجوع، الحزن والمخاوف هي اللي مسيطرة على العلاقة دي. فلحد دلوقتي مفيش رجوع، الدنيا ثابتة زي ما هي. انت بس محتاج يا برج السرطان ان انت تحتوي الشريك اكتر من كده. ان هو بدل عنده مشاكل مش لازم تحزن من طريقته، احنا عارفين برج السرطان حساس جدا، بس يعني حاول ان انت تتفهم الوضع الناحية التانية عاملة ازاي، وان هو عنده مشاكل وعنده حوارات وعنده ازمات كتيرة. فبدل ما تحزن تتعاون معاه وتفكر في الموضوع بعقلك اكتر. فواضح ان الاكشن هيبقى من عندك انت يا برج السرطان في القراية دي. تمام. قولي رأيكم في التعليقات، وباي باي.